في لقطة غريبة لا تحدث إلا كل 7000 سنة، سأل فرد الأمن المسؤول عن تأمين عبد الفتاح السيسي في الصين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قائلا: لو أن لدى جون كيري هاتفا، وهذا مؤكد، ما الذي كان سيفعله فرد الأمن؟ وما الذي دفعه لهذا السلوك، خاصة أن الحوار بين كيري والسيسي سجلته مئات الكاميرات والهواتف غير كاميرا كيري التي تخيفهم. من اند اوف تكست لوزير الخارجية المصري وصولا إلى هاتف جون كيري وزير الخارجية الأمريكي. بعد الفضائح المحلية أيضا على الصعيد الدولي، هناك من يتعمد إهانة مصر اليوم وبالأمس، وسيفعل هذا غدا أيضا. لن أستفهم هذه المرة، لكني فقط سأطرح ما لدي من معلومات. مصر في مجلس الأمن الدولي تمتنع عن التصويت على القرار رقم 2272 والخاص بالتصدي لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام. مصر ترسل صحفية لحفل الأوسكار العالمي لتسأل ديكابريو What about your first Oscar؟ مصر ترسل أسوأ رمية أسهم لديها لتمثلها في أولمبياد ريو، وتقوم بعمل خطأ لم يحدث في تاريخ الألعاب منذ إنشائها. في الإعلام المصري، أحمد آدم يسخر من الأطفال والنساء القتلى في حلب، وسوريون غاضبون يردون بحملة على مصر كلها. عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر في اليابان يسلم بالمصافحة ولا أحد يرد عليه التحية، فهو يجهل تقاليد البلد المضيف. عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر في رواندا لا يستقبله أحد سوى وزير خارجيته والعاملين في السفارة المصرية. عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر في خطاب للهند ذات الأغلبية الهندوسية: يجب عليكم مشاركتنا في تصحيح صورة الإسلام. عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر ضيف شرف، لا أدري أي شرف، في قمة العشرين في الصين، يحاول من الخلف إلقاء السلام على الرئيس الأمريكي الذي لا يرد عليه إلا لماما، بطريقة ليس بعدها إهانة لمصر وشعب مصر. مصر تخطئ في عزف النشيد الوطني الروسي، ومذيعة روسية تسخر من السيسي ومن مصر. مصر تدفع والدة جوليو ريجيني الإيطالي لأن تقول: قتلوه كما لو كان مصريا. مصر تجعل بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي يقول: لسنا مصر حتى ينجح انقلاب في بلدنا. من اند اوف تكست لوزير الخارجية المصري وحتى هاتف جون كيري وزير الخارجية الأمريكي: لقد نجحتم بامتياز في هدم الصورة المحترمة لمصر، فانعموا بهذا الانتصار. ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا، ولو عايز فيديوهاتنا توصلك أول بأول اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اللي موجودة تحت الفيديو.